تعالوا معي لزيارة متحف الخدع البصرية بستوكهولم. المتحف اللي صاير ترند هالفترة وعم يتحول لوحدة من أشهر الوجهات الترفيهية بالسويد. أول ما دخلت حسيت إني داخل على عالم غريب، كل زاوية تصدمني أكتر من اللي قبلها، وكنت كل الوقت مبتسم بطريقة غريبة. بلشت الجولة من الجسر الزجاجي المعلق، جسر شفاف جوا قاعة عم تدور من كل الجهات. وبصراحة بهاللحظة ما خطر لي غير غنية لفي بينا يا دنيا. قدرت أتخطى جسر، والتحدي التاني كان غرفة المرايا. فجأة شفت نسخ لا نهائية مني وما عدت أعرف مين الحقيقي، حتى باب الخروج كان مغامرة إني لاقيه. أما أكتر شي شدني كانت غرفة انعدام الجاذبية. هنيك جربت شعور رواد الفضاء بس على الأرض طبعاً. أجواء هالمكان كلها ضحك، دهشة ومفاجآت. حسيت حالي رجعت طفل صغير عم يكتشف الحياة لأول مرة. وإنتو إذا بتحبوا هالنوع من الأماكن الغريبة والمسلية، احفظوا الفيديو وخبروني بالتعليقات أي لعبة بتجربوها أول شي.